الله يجزاكم خير. سمعنا شيخ راجح. نبدأ بذكر مكون آدم من الطين. يقول يا الله يلي كون آدم من الطين، يا من خلقته لجل حكمة عظيمة، يلي تضعضع له رقاب السلاطين جل وعلا عن كل نقص وهضيم. باسمك وذكرك نبني القاف ويزيد وما لك قصيد إلى خلي منه قيمة، وبك نستعيذ من الفتن والشياطين ومن الخطا ومن الردى والظليمة. ويا الله لا تفرح علينا المغلين واجعل أعدانا لالتقينا غنيمة، وانك تساعدنا على الخصم وتعين ويجعل ضربتنا تجي في صميم. دون العقيدة كلنا مستعدين بالروس والماء والحمر والعزيمة. أمن المواطن والوطن والمقيمين يلزم جميع مواطن فيه شين، وبيعة ولاة الأمر في العسر واللين نفنى ولا نرضى عليهم هزيمة. نعم الحكام العقيدة هم والين اللي فضايلهم علينا قديمة. أمر الحدث يحزن لها القلب والعين وتحتار فيها أهل العقول الفهيمة. كل خطأ واللي تبنوه مخطين، وهذه فرازات العقول الغشيمة. المسلمين الغافلين المصلين راحوا ضحايا الليدين الأثيمة. باسم الجهاد يزعزع من الحرمين ونتيجته يصبح فساد وجريمة. لا يقبله منطق ولا يقبله دين ولا توافقها العقول السليمة. مثل الجهاد أصبح تصرف مجانين، فكر سقيم ومن عقول سقيمة. يدلون بالفتوى بلي براهين وللشرع الأبلج ما عليها وسيمة. الحق بي له حدود ونياشين ومن خالف المنهج خذاله قسيمة. مما حصل عدوانكم مستفيدين فضخت عينك بصبعك يا بهيمة. دم البري يقعد على ذمتك دين، خلفت في بيته يتيم ويتيمة. وش حجتك في يوم نصب الموازين لله جمع بين الغريم وغريمة؟ أنتم خدمتوا خصمكم يا مساكين. هذا هدف بوش ووصايا نديمة. اللي يبيد إخواننا في فلسطين شعب يحكم في حقوقه خصيمة، وضاع العراق وضيعوها الملاعين حطوه في عدوان العقيدة وليمة. وعن جبهة الشيشان ما حم بناسين يشكون من حرب كلاهم جحيمة. والأفغان يشكون الأسى والأمرين تقتل رياجيله وتسبى حريمة. وإخواننا في بورما والفلبين اللي يعانون الحياة الأليمة. أما وقفنا مع أهل الحق ذا الحين ما ينفع ما في عروق الهشم. الله أكبر.